الزملاء المصورين كرة تلف داخل منطقة الجزاء بحث عن القائم الثاني. جول الأول. لم يطل صبره كثيرا، لم يصبر كثيرا، إنه السيباري يضع الكرة في الشباك في الدقيقة الرابعة من زمان الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، يعلن عن الهدف الأول. بداية جيدة جدا من جانب المنتخب الوطني. كرة لعبت داخل منطقة الجزاء وهذا هو المطلوب، الكرات الثابتة، الاستفادة من انصاف الفرص. لم يطل صبره بل كان طموحه صوب التسجيل، وذا كما فعل السيباري. يضع الكرة في الشباك، يعلن عن الهدف خلفه. هدوء فناء العملية الهجومية الآن من جانب المنتخب الغاشي، لكن ضعته اسماعيل سيباري. جول والهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. الخطأ يكون مكلف. ضغط عالي من المنتخب الوطني المغربي على معترك منتخب مدغشقر. كيجي الهدف الثاني عن طريق اسماعيل السيباري. خطف الكرة ثم بعد ذلك توجه مباشرة صوب المرمى. اختيار الزاوية المناسبة ووضع الكرة في الشباك. حسرة كبيرة ديال اللاعب جوان نانزي في الوقت اللي فرحة كبيرة ديال اسماعيل السيباري. ثاني الأهداف مع انطلاقة هذه المقابلة. اسماعيل السيباري يضع الكرة في الشباك، يعلن عن الهدف الثاني في اللقاء. اقترب من منطقة الجزاء يكون أقوى، حتى المدافع يكون في وضعية صعبة. لا 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 على عبور، مرور ممتاز. ضربة جزاء، ضربة جزاء لا غبار عليها، يقرها حكم بوبو تراوري. لم يتردد في الإعلان عليها. أي مرور، أي عبور، أي قنطرة. هذا نايل العيناوي، هذا من يراقب، من يرصد هذه المباراة. والشرايط سعيدة في المدرجات. عزين أناحي مولي عبد الله بمدينة الرباط. سفيان رحيمي يتقدم. ثالث الأهداف مغربية، ثالث الأهداف مغربية. سفيان رحيمي في الشباك الملغشية يضع الكرة بهذه الكيفية، يعزف أسطوانة. بل إنه المايسترو، بل إنه سفيان ومن غير رحيمي بهدوء كبير يضع الكرة في الشباك ويمتع عن شرايط في المدرجات. لاحظوا الحارس أيضا مشى الزاوية اللي فيها الكرة. سفيان رحيمي يضع الكرة في الشباك، لعبها بهدوء للمساحة، وإلى خلال المساحة غادي يدخل أو غيتلقى أهداف أخرى. أو لا لا، الانفراد، الانسدال. هنا أيوب الكعبي يدخل داخل منطقة الجزاء، كرة مميزة وكضيع عالية ديال سفيان رحيمي. راهيم دياز على سمير مرابط، ممتازة. كرة كتلعب عند بنا دياز. دياز كيدخل داخل منطقة الجزاء، تسديدة، كرة ممتازة. جول، جول ممتاز. إنه الكعبي، إنه الكعبي يضع الكرة في الشباك. يعلن عن رابع الأهداف. دياز في صناعة هذه الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس وعادت بعد ذلك لتكون في الشباك بأقدام أيوب الكعبي. 4 مقابل لا شيء. أيوب شوف طريقة، شوف تمريرة، مشات عند دياز. بعد ذلك سدد، تمدد الحارس باش حول المسار ديالها وارتطمت بالقائم الأيمن. لاحظوا، ثم بعد ذلك كيدخل